اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الراحة وعلى آله وصحبه واجعلني بداهه ذا بلاغة وفصاحة إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فصيحا إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فصيحا يا الله ذا الجلال والإكرام يا من لديه أبدا ملامي يا الله ذا الجلال والإكرام يا من لديه أبدا ملامي صل بتسليم على فصيح بك اللسان منزل الفصيح وآله وصحبه وأبني فصاحة تعجز من جاء قبلي وآله وصحبه وحبلي فصاحة تعجز من جاء قبلي وآله وصحبه وأبني فصاحة تعجز من جاء قبلي أنت نبينا فقط نويت إرضاء الإله المنجد بقدمة الماح البشير الأمجد تسليم مولم جاد لي بالأفيد على الذي ملكته قدر يدي نفع على قلبي وضر جسدي باقي نفع لغير نحو حصدي ربي بشكر جيد على النبي المنتقى المؤيد يشكره وإنه ملتحد كلي وكان لي بما لم يجحد يقول لي غير كلام سجدي ناذع يمن فدة وعصيد نذر أسرار الكتاب الأمجد بلا أذن لوائب التحدد إلي قال من أن لم تنفدي من لسواي ساق ما لم يفدي فرحني بذكره المقلد صفى ممر يده وبلدي قلبت كلي لمن لم يلدي وليس مولودا بغير الولد أهلت من غير رضا بمفدي قبل بحالي ولي لم يرد أجرت من غير رضا بمفدي قبل بحالي ولي لم يرد نور الدارين في قدمة الحامي عن نهارين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المتقى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المتقى المصلي
الله في الآل وصحبه ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاة عليه ذائرا بذلك هداه ثم إلينا وجه الخطابا تكرما وأنفسا أطابا فقلت قائلا مع امتثالي أمر جميل كان مثالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب الهدى إليك مني بشر مقدما في خدمة الذي القديم مقدما يا الله صل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل عدد معلومات ربنا العليم يا من به وأبتلي خير العلوم وصل يا رحمن وتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لغير الجبلان وصل يا رحيم ولتسلمي على نبيك الشهير العالمين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يقول لمسلم مرة علينا عشرا قد تدير بالرام ولتوصل بشارة القدر مزحزحا لغير نحوي القدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع أسميا صل بتسليم بلا انتهاء هني على النبي للبهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل بذي عشر مئات بجاهه يا من حمى عن سيئات على نبي كان يمنح بحسن سؤال ويوقظ الثميد بوصن نم شفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا هو الذي أرسله من خلقا لقلبه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفان يلا وصل أبدا وسلمي على نبيك الرسول السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهه قبلت قلمي وصلتني أمر وألمي ولي به وغبت في عاداتي ما وابه من أتى بالسادات ولي به قدت بالكتاب بلا مكارح ولا عتاب وصل يا رحمن سرمدا ولا سيدنا محمد يا من حلا يا من كتابك الحديث صلبا لي ولي إذا كثر الغلبان وبتلاوتي طويت أهل القيور جميل حين ممري والبيور وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وصل يا رحيم وتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد
وصحبه في الحال والمآل يا من جعلت صلوات النامية عني مخافة السلوك طاليا ولي أملاحي جعلت كجهاد كل مجاهد هديت باجتهاد ولي جعلت جملة الشهور لي شوائد موت الدحور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قسم يا صل صلاة قد تقلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل لجبريل الأمين اليوم مني بسارة تسوق اليوم إلى دوايا صمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك سميع وقل بشارات تدوم أبدا مني إلى السحاب يا من عبدا والتجري آل بدر الكرام أني خيرا قل لي الملاما والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واحدا وأبتلي كن فيكون يا لا وصلي وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصومي واكشف بقدي ما اختفى من الحلم أنت الكبير والكبير والحليم والتغني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي أقلت ما أني بعت بثمن بلا إطالة أتت لزمن لك بلا شكاية مني شكور يا موهبة لمرادي يا شكور وصل يا رحمن وتسلمي على الذي به فككت ولمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقبلي يا أبدي ونومي وتقل غيري جالبات لومي وحركاتي يجعله وسكنات لقد أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر وصل يا رحيم بالتسليم هذا الذي بعثت لا تحليمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشرد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن نومي وأن يجري المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير رفيق وأن يجري أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة أحمدا وأن يجري آله وصحبه خيرا كثيرا وتنر به لحظه وأن يجري جندك الكرام خيرا كثيرا وتنر المرام وأن الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا
تزد بالأكملين وأن يجزي والدي وجميع من فرحوا بشري خيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي وخلا منهما واشغل ذاك بسوى ما يفسدون نادى نبيك والرد والحسد وصل ذاك برداك واصرفي قلوبهم عن دري تعرفي واضرب قلوب المشركين لسوى در الذين احسنوا مع سواء وقم عبادك بفعل الامر لا باقتحام احيان الامر وصلي الله فلا تنتظروا ما فعلنا لغيرنا فيذهبوا ما فلا من جانب لنا سرور ولسوى جنابنا يفني سرور على نبيك وعبدك رسول من ليقاد منك بغير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه بالحال والمآل وجب جاه العظيم إنك قد سرورا دائما لجندك وجب إذابتي بشارة تدوم للمنتقى الذي لأوصد القديم وجب قد سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من حمدا وجب إذابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات والرفق واللعين والأعداء إلى سواي أبدا وداء والنبئ لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوى كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قلت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا ذرب كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحو أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قدرت بشر القوم وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قدرت بشر القوم بلا أذى ولا لغى ولا حقد كما كفيتني به من انتقد بلا أذى ولا لغى ولا حقد كما كفيتني به من انتقد بلا أذى ولا لغى ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكن في جميع الحركات وسكنات حسنات بركات وقدني في جملة الأعداء فوق منى عبادك السادات وقدني في جملة الأعداء فوق منى عبادك السادات وقلت لي في جملة الأعداء فوق منى عبادك السادات وقلت لي في جملة الأعداء فوق منى عبادك السادات وقلت لي في جملة الأعداء فوق منى عبادك السادات على بني عبد الله التعليمي
لكيت دون جودي وليقد فوق صوني والمنى وفقت أمل أنا فادر منا يا من جعلت قلمي لي حجة من أول النحال إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات ولا في الدهر ولي جعلت كل فصل وصنا فوق طيور من أدام الحسنات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا وصحبه في الحال والمآل ولتجزه أني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاب لو يكن واذهب لي اليوم بكون أبدك قديم إلى جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني أن يفوق يا حليم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وقلت لي جودك من أحد فلي وذل قرمة على النبي ناصر كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدار بحمد وشكر وبرضا بك وعنك يا شكور قبلتني من أخص لمن ششي منبئا في ذاك عمل ششي قبلتني من أخص لبثتي منبئا في ذاك عمل ششي يا خير من لو توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير نستني بك مع الكتاب وقبلك النور بلا عتاب نستني بك مع الكتاب وقبلك النور بلا عتاب لك شكوري إلى الجنان ولأطبت نفسك جناني يا خير من إليه تمتد يده للقدم كالجنان الأفضل يا ذا الأراضي والسماوات العلى يا من له الخلق معا يا من حلام فلغلاة بكلام تحفظ بسارة مثل الحالات الفضل على نبيك رسول عبدك أفضل من إليك قاد جندك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به سبتت لي لساني وقلتني لك مع الحسان يا من به نورتني جناني وقلتني ذالا إلى الجنان وظل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بتكريمه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وذني أني والدي يا من به أمري من قطيا وجع حياتي له سرورا مؤبدا واشكر لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد مخت الغلام بتوكل سرمدا عليه
وكل سالكا وقال بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان إلى إسلامي وألحن الحق ودينك نصر مبشرا ومنذرا كما انتصر وألحن الحق ودينك نصر مبشرا ومنذرا كما انتصر وألحن الحق ودينك نصر مبشرا ومنذرا كما انتصر ملك القسم يا صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من به لي قضيت أربي وقلت لي به لسان الأدب وقل له حلاوة وقوتا يا من بلفظ أحلل الياقوتا وبكتابة له قل ما يزيد مسرة لديك يا باقي مديد يا من مدادي أنت كلمة من معه قشيت من قدما الصلوات يحجرك قاوية عن المصيرة لرضاك حامية بي وأقل تصرف ورماح بما به مدحته يا ذا السماح يا جميلا كليتي قد احتساب فطل عني أبدا وسلما على النبي وليكون الإمام يلا وطل وتسل في أبد عني على من لك قادم أبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتصلي على النبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وذغل غير بدني وروحي مكارئ الدار يا مريحي وذغل غير ما حويت مفسدا ولا تواجه الحدا والحسدا وبالذي ليتبيع حبلي ما لم ينل الصالحون قبلي وصل يا رحيم ولتسلما على مبين الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من محى توجه الحساب لأبدا وسد احتسابي يا من محى توجه الحساب لأبدا وسد احتسابي يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بالانصراف عن المبيع منك واعترافي وحلت بيني وبين ضري وجدت لي منك بغير سري لك قبولي على أسماني يا مالكا ملكتني زماني ليس قنأك سواك يحصي يا قائدا ولي المنى يا محصي وللدواية قناة الدنيا ودار الأولى أنا الدنيا ولسواي سقناة الدنيا ودار الأولى أنا الدنيا لك قبولي بلا كفراني يا من عماني عن القسران لك شكوري على البناء يا من عماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا من
محيا الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغير ساق من لا يسجدون لك شكوري على ما أتوا يا من لغير ساق من لا يتوا لك شكوري على الأوطان يا من عماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلت وممر البر لك شكوري على الخيور بالسر والعلن والديور لك شكوري على الكتابة يا منزلا وابني كتابا لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمحروف لك شكوري على التاليف يا مطيع الأذار والمألوف لك شكري على تقريبي يا معي العدوان والتغريب لك شكري ربي من معلمي لقتل ذي الحجاب قتل حرمي شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والمداد شكرتك اللهم بالقلام يا مطيبا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا معيا مشقة القلات شكرتك اللهم بالصيام يا من عماني عن القيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاملا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا مطيبا بمهدل للمعرك شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لجانب التسكين لك شكري على الايام يا ذا المخالفه والقيام لك شكري على كل سنه يا من لا امنا من سنه لك شكري على كل سنه يا من لا امنا من سنه لك شكري بالانتهاء يا من له سيري ذو انتهاء يا ربنا صل صلاة وسلامات على الذي كل يديه نمات سيدنا محمد والآل وصحبه بالحال والمآل والطبي طيب شكر الراقيا يا رافعا ليس يزال باقيا والمحروف وتبارك فيها إليك باديها ومقتفيها صفيت قلبي مصلحا مفتلا بك لساني ليقود مدلا قد جوارحي الى الاعمال الصالحات مكمل الامال قلبي يمنع الخير واللسان تنهول والاذكار والحسان لم تنسني ربي ولا انساك ولم توجه للذي ينساك تسليم بلا انتحاد لا ولا مثبئ بالمتحاب صل صلاة بسلام الانتحاب لا على مثبئ بالمتحاب صل صلاة بسلام الانتحاب لا على مثبئ بالمتحاب سيدنا محمد والآل وصحبه بالحال والمآل وله رفع هذه المقدمة مقبولة مسرورة معظمة وفي فؤاد المنتقى وأفئدة سحابك يرني سرورا لاجدا يا موليا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لكما أرضيتا صل صلاة تجمع الخيرات معدلة دلائل الخيرات الذي لقاد يوم الجمعة ما لحتنا به منا وجمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ونبيه الشهور والأيام لي شواهد القيامة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي سلامة وأبني عافية وإقامة وجه الحروف شافية واجعل تلاوتي وقضي أحب من العبادات إليك يا محب وتقني مكرك يا غنيم وتقني الغرور يا حليم
العين محتمى لي كريم حبه قد احتمى يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا مغيا من لا مضر وابد يا ربنا يا ذا الاراضي والسماء يا باقيا سعادتي قد سما يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن الآلين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نحو عاصما بالله يا ربنا يا من له الملك معه الحمد يا من لي منايتنا صل صلاة تطرد الشيطان لغير ما يقتد أوبانا ما طلع من قد أي سلام مني ومن دنيالي يا معين على النبي ورسول أحمد من بحثه إلى البرايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي فرح لك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيبني أوطاني يا حاميا عني للشيطان صل صلاة لتجر مددا مع سلام ليبي مددا على النبي الهاشمي الغنمي من مثله إن الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتضياد بأني راضي عمل عما عن جسدي أمراضي واشهد لي الدهر بأنك الأحب لي سواك والنبي بعد أحب ومبتل الإطلاق في التوحيد ومثبت الرسالة الوحيد وأبتلي فيما مضى من أمري ما لي يديم بشري وأمني أرافقني جندك في وقت الجهل والبحث والعلال غيري باجتهاد ضحضحت إبليس وما والاه لغير نحوي إنك الإله لم تغني قباد أو كفار ولا منافق أو أسفار تأتيني الأمل منك فرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا فطل فرمدا مطلما ملا في الآل والقرب وذربي أولى النبي ما يضره وما ينفعه في أبواب الأقوام قبل النبي مبدئ قدامي أبقى بشار راد بلا اقتدام قبل النبي مبدئ القدام أبقى بضارات بلا اقتدام قبل النبي مبدئ القدام أبقى بشار راد بلا اقتدام أعطيتم ودادي مضمن ما صفى ودادي على الذي أعطيتم ودادي مضمن ما صفى ودادي على الذي أعطيتم ودادي
قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة دائرة ما طلع من ليلك قاهرة الذي أعطيته أقلامي مضمن بأفر الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قلامي قبله تبشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة ما طلع من رداك ذائرة على الذي أعطيته قلقاسي بقطة من ثم إلى أوتاس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن وراطيسي وقد غلط يا من كفاني إلى كبر المرض يا ربنا صل صلاة راقية ما طلع من بالمرض باقيا على الذي خدمته قد أحرجت مني عيوبي معا فقلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لحوه من قدمي سرورا يا واهبا وأبدي برورا يا ربنا صل صلاة مشفية كل اشتكاء مع سلام مرضيا من قدمي ما صلى يا من كفاني ووسى واخترى ومتم بوجهك الكريم أمري من المكاره وأصلح أمري ودم الفؤاد قديمة العلوم النافعة إنك المحسن العليم وجل جوارح يا أوطان حمد إلى الجنان سالمات من عداك إلى رداك لرداك غالبا على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له من عمري فوق المنى وإنك جمعني سرور الأمنا وقل له من عمري فوق المنى وإنك جمعني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة شاملة لصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يزال ناميا مما يضرني جهادي حاميا على قديرك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور ذنك وآله وصحبه والأجمل جميع خدمتي ردا تنعمل يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قول قامعة يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قول قامعة مع سلام نور ولا ينقطع على الذي بأذى ينقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميعا صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل
بيني وبين قدرات جائلة مع سلام جالب لما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمد والآل والصحب وأمري أحمد يا ربنا فلصلاة زاهدة بكل در مغفرة من ذاهبة لنا سعادة وربحا وسما يا موليا قد كنت لي بالتوسع على الذي به تقول للغرب بلا عدا ولا أذى ولا أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى أنسنا عني صل كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من قاد لي معدل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من قدم حلاوة بلا قدر واجعل صلاتي وكلامي غيرها عبادة لك تطفي ميلها واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم القديم وارفع لعرشك وللكرسي نبني هذا باسمك القدسي يله يا احد انك صمد يا رافع السماء من غير امد صل بحق هو الله احد على وسيلتي نبيك الاحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل
صدور قوم مؤمنين تابيات ما ظلام تعرف مبادئا لغيرنا وتبوة وباطلا على الذي نصره ودادي وقلمي ثمين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه بالحال والمآل وبالقميص أدنى وفوق المنى يا من جمعته أمين الأمنا يا ربنا صل فلا تلتزم من قد سبرت الإيمان فتزهر إلى دواية المدم وسلام لغيرنا يذب ممدي ظلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وكدد الأعداء لتجدهم يضربهم بغير عبدك القديم وأبلغوا إلى قلبي يوم الجمعة فوق المنام الذي قد جمع يا ربنا فلفلا تبقى مع سلام يقول سبقا على الذي وابل الكتاب ولي لا يودع الكتاب سيدنا محمد والآل وتعظيم العال والمال وأبلغوا يا ربي يوم الصبر وكل يوم من نبض وجعل لديه أين صلاة صليت عليه واكتب له بها بشارات الأحد وقبله الأيام من يوم الأحد واكتب له بها بشارات الأحد وقبله الأيام من يوم الأحد يا سيدي يا مصطفى يا رمضان صلى عليك من هداك سندا يا سيدي يا مصطفى يا رمضان صلى عليك من هداك سندا أتى صلاة بسلام تجود بالاستقامة وتقليل الحجود والآل والأصحاب والأتباع وذاتني من مع اتباعي يا سيدي يا مجتبى يا العلا صلى عليك من تعالى وحلام أتى صلاة بسلام عليه لا تسوق لي دائم مددي في الآل والصحب وكفى ما حللا أني وجدني إليك بنظر يا سيدي يا متقى يا الهدى صلى عليك من سألت وهدى أتى صلاة لتسوق كل ما لو ادعيت صرمدا مسلما مع سلام بجميع الآل وثابك الدار والآل يا سيدي يا مقتضى يا مسلام صلى عليك وانتهاك الإسلام أتى صلاة لتجود بظفر بأن أجاهلك من غير سفر مع سلام بجميع الآل وساب من غدا لهم مآلي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله من عالمين ذي الإله صلى وسلم عليك أبدا بالآل والصحب ومن تعبدا أتى صلاة من وجل بسلام تجيب لي تباي معدن سلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك سميع أتى صلاة لتجود بهداك مع سلام يسقط علاك يا خير كل والد وما ولد
وقدرك العظيم قد أجلى رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد أجلى رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد أجلى مظلما عليك فوق عددي بالآل والطب وزاد مددي يا من لتصديقك قد سقى القمر صلى عليك وبقفوك أمر مظلما عليك بالإكرام بالآل والطب بلا انسلام من بك جملة ذنوب غفرا وكل ما عليه عني غفرا يا مصطفى يا متقى يا مجتبى صلى عليك من هداك واجتبى مظلما عليك بالآل الكرام وثابك المر وقعد للمرام ولسواي النحي والشقاء كف وما يحرم الارتقاء وجادني بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجادني بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل ذوق أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد نعما بك علينا وأدام النعما وكلما اشتقت إليه قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليذاق كل ما أحتار دنيا وأخرى بك ذا سلاما من الخطاب ومن الملام وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني حرمة ما لا أحب وبك لي كان وذاق للأبد حتى أثير بصوت من نار وزمني إلى اتقاب الأمناء وقابلي بلا حساب المنى وحتى ذنبي وغيوبي محا وراب لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون ذنب صفا لي وللأمة حيث كشفا وكفر مني جملة الرذايا به وفاقري به المذايا فإنه جل على ذاك قدير وبإجابة بما دام دليل فاعتقته بالذكر والصنائي إذ بك مني قد نفى عنائي يا من سؤال غيره إني دلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب قل على الذي به تجيب سيدنا للمعجزات بسلام بالآل والصحب المصحح السلام وكل يدركم معي وكن لي طريقا فوق منامي بكن وجل بجاهه حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية وجل بجاهه حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية وجل بجاهه حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية قائلا فانتصر صالحون